طيب يا جماعه، انتوا زي ما شفتم انا نزلت لكم الجزء الاول بتاع القصه اللي هي بتاع الشاب اللي كان نايم في اوضته وسمع صوت خبيط ده في الدولاب. والنهارده ان شاء الله هنقول لكم الجزء الثاني بتاع القصه. ومن غير مقدمات كده اشترك في القناه ويلا نبدا. العنوان بتاع الفيديو النهارده السرير اللي كان تحت الدولاب، او السرير او المشكله اللي كانت موجوده في البيت ده. طب الشاب ده كان اسمه محمود. المهم اول ما جت على الدولاب زي ما قلت لكم في الجزء اللي فات، بص على اللوح اللي جه. طبعا فضل باصص عليه شويه، طبعا فضوله غلبه. هو اشمعنى اللوح ده بالذات اللي مختلف في الدولاب كله؟ طبعا راح جاب مفك وبدأ يفك اللوح دوت وشاله من الدولاب خالص. اول ما شاله لقى علبة معدنية كده قديمة تحت الارض. العلبة دي كان شكلها قديم جدا لدرجة ان هي ممكن تكون بقالها سنين طويلة مدفونة. فتحها بكل بطء وطبعا جواها كان موجود ورق قديم كده. محمود في الوقت ده بدأ يفتح العلبة وكان جواها ورق وكان جواها كلام مكتوب، وبدأ يقرأ الكلام. والكلام كان بيقول: لو حد لقي الورقة دي يبقى انا معرفتش اهرب. طبعا محمود حس بقشعريرة، ايه ده؟ ايه لو حد لقي الورقة دي؟ يعني كده انا ممكن اموت زيه. طبعا الكلام ده يسوح دماغ اي حد. كمل القرايه بعد كده ولقي ان مكتوب كمان: في حاجة في البيت ده، حاجة بتتحرك بالليل، كل يوم بسمع صوت خبط في الدولاب. محمود طبعا في الوقت ده وقف فجأة لأنه سمع نفس الصوت اللي سمعه قبل كده، تك تك تك. بس المرة دي الصوت مش جاي من الدولاب، لا، الصوت جاي من تحت السرير. في الوقت ده محمود راح تحت السرير وبص عشان يشوف ايه الصوت ده، ولاحظ حاجة غريبة. في لوح خشب في السرير تحت الأرض، نفس اللوح ونفس الشكل اللي كان موجود في الدولاب. وساعتها فهم ان تحت السرير ممكن يكون فيه سر تاني محدش عارفه. في الوقت ده جاب نفس المفك وبدأ يفك اللوح دوت. اول ما شال اللوح ظهر سرداب لسلم خشب نازل تحت البيت. اول ما السرداب ده ظهر طبعا ظهر حاجة كده، ظهر هوا كده بارد طالع منين؟ من الفتحة دي. طبعا في الوقت ده محمود بدأ يفكر: انزل منزلش، انزل ولا منزلش، لحد ما فضوله غلبه وفعلا نزل. وجاب الكشاف بتاع التليفون بتاعه ونزل. وفعلا بعد ما نزل مشي شويه لقدام لقي ساعه قديمه. اول ما مسك الساعه الباب بتاع السرداب وراه اتقفل. بص ورا كده لقى حاجه غريبه. ومن هنا بينتهي الجزء الثاني. ان شاء الله الجزء الثالث هينزل قريب. اشترك في القناه وعايزك تشترك في الفيديوهات عشان زي ما انت شايف في الفيديوهات العرض عندنا مش بيجيب مشاهدات. واشوفك الفيديو الجاي مع خالد. السلام عليكم.